تاخد من اللحيه بتاعتك تظبطها ما فيش حاجه، وتعال تحدى اي عاطل، تعال جيبوا لك محل اي واحد يعيبك. هل يجوز للشخص أن يقصر من لحيته، وما هو الحد الأدنى في ذلك، أو يطلقها كاملة؟ الواجب إطلاقها كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خالفوا المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. وفي لفظ: أرخوا اللحى وحفوا الشوارب. وفي لفظ: وفروا اللحى وحفوا الشوارب. فالواجب إبقاء اللحية كما هي، ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق، وعشان تتواسى مع بعض. ولذلك من فعل ذلك فهو ليس مخالف للكتاب ولا مخالف للسنة، وليس بمضعوم فيه في الشريعة الإسلامية. وهكذا حلق اللحى منكر، يجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها، عملا بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. الأول متفق عليه، والثاني رواه مسلم في الصحيح. ومن المصائب أن يخالف هذا النص جمع كثير مما ينسب إلى العلم من المدرسين أو غيرهم. فالواجب على أهل العلم أن يكونوا قدوة في الخير، وأن يعفوا لحاهم، وأن يتقوا الله حتى يتأسى بهم الطلبة، حتى يتأسى بهم العام. فإذا فعلوا خلاف ذلك صاروا قدوة في الشر، وإني والله يخشى عليهم أن يكون عليهم مثل آثام من قلدهم في ذلك، لأنهم دعاة بالفعل إلى هذه المعصية. نسأل الله للجميع الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن دول عم تجعل من ذنه أسامة جاي تقول له نقضوا بلوه، لأن الرسول قال أفو وتشيل كله ولا صوفة ولا يجوز ولا صوفة. يصفي دمك يا شماشي، أنت اللي عرفك بالشغلة وما لحالك وما أظنك أن تقوم. لا مانع أنك تنظف لحيتك، لا مانع أنك تغسلها، لا مانع أنك تطيبها. أما أنك تعتدي عليها وتقصص منها وتجيها منا ومنا، لا. اللحية جمال لك، علامة على الرجولة. لماذا تسلط عليها؟ ولكن لك هم إلا اللحية، مثل النساء ما لها هم إلا الحواجب بالعبث فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وأمر الرجال بإعفاء اللحية. فلما رأى الشيطان هذه السنة أغرى الرجال بمعاداة اللحى، وأغرى النساء بمعاداة الحواجب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ما تقول لي الإعفاء في اللغة هو شنو؟ هو الترك، صح، لكن خلينا من اللغة. أنا بقدم إنه تشيل منا غير تشيل منا. أو واحد يقول لي أنا ما عندي ما أقول، أنا ما أعرف الرسول قال أعفو. هذه مصيبة كبيرة جدا. فلو لم يكن هناك إلا قول الرسول عليه السلام، فضلا عن فعله الذي أشرت إليه آنفا، قوله: حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. لأنه أفتى العصبجي أن من حلق أخذ من اللحية فهو ضال مضل، اللي بيشيل من الدقن ضال مضل. طبعا دي فتوى الشماشي العصبجي ده. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالفوا المجوس وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي رواية أخرى: أعفوا اللحى. في رواية أخرى: أرخوا اللحى. وكل هذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يحلق شيئا من لحيته. تلقى واحد عمل لحيته شايلة، يعني ممكن واحد يعمل له حادث، شيء له كده سائق عربية يخش له في حافلة. عشان كده قال لك يا أخي الدين أنت مضيق واسع له. فإذا هؤلاء الذين ابتلوا بحلق اللحية حقيقة يتبعون الشيطان ويعصون الرحمن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهد. أنا قاولت في جماعة بنقدر في الجامع عندهم كلام، ولا لو لقيتهم بنطشوا بشيلون شنطتهم إذا كانوا قرأوا معي، لأنك أنت أنا قاعد تعال سعني.
والذين يبيتون لربهم سجدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.